محسن حسنين ولد في الاسكندرية في يوم 15 فبراير سنة 1916. له 7 من الإخوة والأخوات. كان والده بيعمل خياط. ما حبش محسن حسنين مهنة والده وقرر يهرب منهم وهو عنده 19 سنة تقريبا. يهرب من اسكندرية علشان يروح القاهرة من غير ما يكون له أي قريب فيها، وفضل يلف في القاهرة وشوارعها بلا مأوى. وصل بيه الحال إنه نام على الرصيف، عمال يلف على القهاوي ومن شارع لشارع ومن رصيف لرصيف لحد ما رجله جابته لكازينو القصبجي، وهناك قابل اللي توسط له علشان يدخل عالم التمثيل، عبد المنعم اسماعيل، اللي اقنعه انه ينفع في السينما جدا لان وشه ينفع قوي في ادوار الشر والعصابات والمجرمين، ومفيش فيلم خالي من النوعيه دي من الادوار. اخده عبد المنعم اسماعيل للمخرج نيازي مصطفى اللي كان بيحضر لفيلم سلامة في خير سنه 1937، فاختاره في دور واحد نشال. تمام، النشال اللي كان راكب العجله ده. وبعد مشهد النشال اللي راكب عجله تلف العجله ويبدا مشواره في السينما.